بقيادة كتيبة القوات المسلحة المصرية التي أرسلت للكونغو كأول قوة مصرية تعمل تحت علم الأمم المتحدة خلال عامي 1960 و 1961. عين بعدها ملحقا عسكريا لمصر في لندن، ثم كلف بالمشاركة في حرب اليمن عام 65 وبقي هناك إلى عام 67، ثم عاد إلى مصر وكلف بتشكيل لواء من القوات الخاصة شارك في حرب عام 67 وعرف باسم مجموعة الشاذلي. وكان سعد الدين الشاذلي آخر قائد عسكري انسحب من سيناء مع من تبقى من قواته مساء 8 من يونيو عام 67. عين بعد ذلك قائدا للقوات المصرية الخاصة، ثم قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. وفي عام 71 أصبح الفريق سعد الدين الشاذلي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، وشارك بشكل مباشر في وضع خطة حرب أكتوبر، وقاد المعركة إلى جوار قادة أركان الحرب الآخرين. اختلف مع السادات حول الثغرة ومسار الحرب بعدها، إلا أنه بقي في منصبه إلى ديسمبر عام 1973. عينه السادات بعدها سفيرا لمصر في لندن بين عامي 74 و 75، ثم سفيرا لمصر في البرتغال بين عامي 76 و 78. اختلف مع السادات بعد قيام السادات برحلته إلى القدس، وأعلن معارضته له ولجأ إلى الجزائر وبقي فيها 14 عاما. حُكم غيابيا في مصر عام 83 بتهمة إفشاء أسرار مصر العسكرية بعد نشر كتابه عن حرب أكتوبر. وفي العام 92 عاد الشاذلي إلى مصر، حيث قبض عليه في المطار وقضى في السجن الحربي عاما ونصف العام تنفيذا للحكم الذي صدر ضده. نتابع في هذه الحلقة والحلقة القادمة شهادته على الحروب التي خاضتها مصر من العام 1948 وحتى العام 1973، وبصفة خاصة هزيمة يونيو ونصر أكتوبر. مرحبا سعادة الفريق. شكرا. حياة حافلة وطويلة فعلا. أريد أن أبدأ معك من القرية الصغيرة التي ولدت بها في إبريل عام 1922 في إحدى قرى محافظة الغربية في مصر. كيف كانت بداياتك، وكيف كانت النشأة، وكيف كانت البيئة التي ترعرعت فيها؟ الحقيقة الفترة اللي أنا عشت فيها في القرية كانت فترة لها ذكريات جميلة جدا. وأنا عشت في القرية بصفة مستمرة حتى كان عمري 11 سنة، لأن في هذه الفترة كنت أتلقى العلوم في المدرسة الابتدائية في مدرسة بسيون التي تبعد عن قريتنا حوالي 6 كيلومترات. اسم قريتكم؟ القرية اسمها شبرتنا، مركز بسيون، محافظة الغربية. فالحقيقة هذه الفترة لها ذكريات جميلة، لأن ولدت في أسرة متوسطة أو فوق المتوسطة. كان والدي من الأعيان، ووالدي ووالدتي يملكون 70 فدان، فكانت الحياة سهلة ومريحة، وإن كانت لا تخلو من المشاق. يعني مثلا كنا نطلع كل يوم تروح المدرسة. لما يكون في الشتاء المدرسة بتبتدي الساعة 8، جرس بيضرب 8 إلا ربع. نعم. واحنا بنروح بناخد ساعة في الطريق، يعني بنمشي حوالي 6:30 من القرية. نعم. ففي الشتاء 6:30 يبقى قبل الشمس ما بتطلع يعني. وفي أوقات يكون فيه برد وفي مطرة وفي كذا 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 يعني. ولكن بالرغم من كل هذا فكانت الحياة سهلة ومريحة. وبعد ما حصلت على الشهادة الابتدائية والدي أخذ لنا بيت في مصر علشان نكمل في القاهرة يعني. في القاهرة التي كل المصريين يطلقون عليها مصر. بالضبط. بالضبط في القاهرة. لكي أتم الدراسة الثانوية وما بعد الثانوية. ولكن
صلتي بالقرية لم تنقطع، لأن كنا في فترة الأجازات النصف سنوية والأجازات الصيفية لازم نعود إلى البلد. وكان الحقيقة في فترة الأجازات الصيفية دي كان بيبقى زي منتدى، لأن تبص تلاقي كل الأقارب والعشيرة اللي هم موجودين في القاهرة واسكندرية وفي البلاد أخرى، وصغار الموظفين اللي هم بيشتغلوا في الحكومة بيجوا يقضوا الأجازات بتاعتهم، فتبص تلاقي البلد بتبقى فيها منتدى وتناقش كل المشاكل السياسية والاجتماعية. وتعلمنا من هذا المجتمع كيف نحترم الكبار في مبادئ معينة تذكرها من تلك الفترة ترسخت في ذهنك وكان لها دور في بناء شخصيتك؟ طبعا، لأن أولا إحنا لما بنقعد مع الكبار كنا لا نتكلم، يعني بتوع الابتدائية والثانوي دول بنستمع إلى الحوار الذي يدور مع الناس الأكبر فبنتعلم منهم. فمن طبيعة الحوار إيه؟ يعني ما هي مصر كانت في ذلك الوقت تحت الاحتلال البريطاني، الوضع الاجتماعي كان مختلف عن الوضع اللي نحن عليه الآن. كيف كان حوار الكبار في ذلك الوقت؟ لا، الحوار على أساس مثلا كانوا بيتكلموا على الثورة العربية، لأن جدودنا كانوا شاركوا فيها، مثلا ثورة 19 وبعدين في الثلاثينات كانت القلاقل اللي موجودة في مصر في القاهرة يعني وفي اسكندرية بمناسبة المعاهدة التي كللت بالنجاح، أو يعني تم إبرامها بواسطة الوفد سنة 36. معاهدة 36. كل ده كان بيكون مجال للمناقشة. وبعدين أهم حاجة إن بيبقى فيه مثل، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي أنا تأثرت بيها وأثرت على حياتي بعد ذلك كان ابن البحيرة، كانوا يقولوا مدير، ما كانش يقولوا محافظ لسه، مدير للبحيرة. فكان يعني جريء في تصرفاته لدرجة أنه كسر اللوائح والقوانين في بعض الأوقات فقدم للتأديب، يعني حكم تأديبيا. يعني الجرأة هذه كانت في أي مجال؟ يعني هل كانت جرأة تخطي القوانين الموجودة أم نصرة الضعفاء أم يعني في أي مجال كانت الجرأة؟ كانت يعني تقدر تقول إنها خليط بين هذا وذاك، لأن أنا كنت في هذا الوقت برضو سني في يعني في الابتدائي كان عمري يمكن 10 سنين أو 11 سنة أو حاجة زي كده. فلما حكم تأديبيا مجلس التأديب مش برأه، ده قعد يشيد بالأعمال. فلما حصلت حاجات دي فالناس الكبار بقى جابوا الحيثيات بتاعت المحاكمة دي ويقعدوا يقروها واحنا قاعدين بنستمع. فالواحد بتخلق عند الواحد يعني بتترسب عنده حاجات ان هو لازم يقول كلمة الحق ولازم يقول كذا. وبعدين لما تسمع ان في ناس مثلا كانوا بيحاربوا كانوا اشتركوا في ثورة 19، لما تسمع ان جدي مثلا ان هو مات في حروب اسماعيل باشا في السودان، كل دي حاجات بتدي للواحد نوع من الكبرياء والشعور بان هو بينتمي إلى فصيل له ماضي وبيؤثر وبيشارك في الحياة الاجتماعية في مصر. متى بدأت تفكر أن تصبح رجلا عسكريا وأن تسعى للالتحاق بالكلية الحربية؟ يعني تقدر تقول إن أنا قلت لك إن إحنا يعني جدودنا شاركوا في حروب إسماعيل باشا وفي الثورة العربية والكلام ده، ولكن بعد الاحتلال انقطعت صلة العائلة بالحياة العسكرية لأن كان في احتلال يعني. إلى أن يعني أول مرة بقى يدخل واحد من أبناء العائلة في الكلية الحربية كان سنة 33. يعني الفترة بتاعت الاحتلال إنها كان في الوقت ده بقى يعني فيه شواهد وبوادر عن الاستقلال ومعاهدة 36 لسه ما تمتش والكلام ده كله. فأنا كنت تاني واحد أدخل في الكلية الحربية سنة 39. هل دخول قريبك أيضا جعلك تفكر جديا بأن
تصبح رجلا عسكريا؟ إلى حد ما، لأن التفكير كان بيسبق دخوله كمان، يعني الحياة العسكرية. ما الذي جذبك في الحياة العسكرية؟ البزة والشكل والفخامة والوجاهة، أم يعني كان واضح لديك في هذا الوقت عملية الطموح لتحرير مصر من المحتل وغيرها من الأشياء التي ربما كانت يتحدث فيها الناس؟ طبعا الطموح أساسا في أنك أنت تخدم بلدك يعني في هذا الوقت، لأن بقول لك في بداية التفات القيادة السياسية في هذا الوقت لتكبير الجيش، وأن يبقى عندنا جيش، والحركات مصر كانت بتغلي في الثلاثينات بالحركات الوطنية والكلام ده هو. لكن كان المحتل يتحكم في مثل هذه ما فيش الأمور، شك. يعني في الكلية الحربية وغيرها كان برضو السيطرة البريطانية واضحة. مش بشكل واضح قوي يعني إنما كان فيه طبعا، يعني طبعا الإنجليز كانوا موجودين لغاية سنة 56. نعم. لا يعني ما نقدرش ننكر هذا يعني. ولكن ما فيش شك ان ايه، انت تتصرف طبقا للمتاح اليك. المتاح اليك انك انت طيب، ما هو انت هتصل ازاي؟ ما هو اما انت كنا بنطلع مثلا في ايام الخديوي واسماعيل، وبنطلع وبنهتف ضد وعد بلفور والمظاهرات والكلام ده كله، انما تصور انك انت يكون الفرصه عندك اكبر لكي تخدم بلدك اكثر يعني. سعادتك كنت تعيش في القاهرة، والقاهرة كانت تموج في ذلك الوقت بالحركات السياسية والأحزاب والتوجهات المختلفة. ألم يجذبك أي تيار من هذه التيارات التي كانت موجودة؟ لا الحقيقة لا، ولم أنضم إطلاقا إلى أي تيار من هذه التيارات. لكن كنت تتابعها؟ كنت يا سلام، كنت أتابعها. وكان الناس اللي هم بتأثر بهم وبيعجبوني في الكتابة كان الأستاذ أحمد حسين والأستاذ وحسين عبد القدوس في هذا الوقت. فكانت مقالاتهم مقالات نارية، وكنا بنتابعها باستمرار كل أسبوع. روز اليوسف مصر الفتاة، مصر الفتاة بتاعت أبو مجدي حسين. فما فيش شك إن إيه تأثر، يعني دول أكتر كاتبين كنا بنتأثر بيهم، لأن كان لهم آراء تقدمية وولاء. لكن الشخصيات السياسية والأحزاب زي الوفد والسعديين وغيرهم، يعني لم تفكر في الانضمام لأي حزب من الحقيقة لم أفكر إطلاقا، لأن أنا برضو يعني الفترة بتاعتي ما كانتش تسمح، لأن أنا ما بقى عندي 18 سنة كنت في الجيش، وفي الجيش ما تقدرش إيه يعني تكون حر في إنك أنت تنضم. فلم أنضم إلى أي حزب من الأحزاب المصرية في ذلك الوقت. في فبراير 1939 دخلت إلى الكلية الحربية، وعمرك ربما كان أقل من 17 سنة. 17 سنة، أقل من 17 سنة، وربما كنت أصغر الطلبة. صحيح. في الكلية الحربية في صحيح. ذلك الوقت. وخلال عام ونصف فقط تخرجت وأصبحت ضابط برتبة ملازم ثاني. كيف كانت حياتك في الكلية الحربية فترة الدراسة؟ حياة عادية يعني، فيها نوع من التقشف، والحياة اللي بتسقي الواحد من الحياة المدنية للحياة اللي فيها خشونة. وده طبعا ما كانش جديد علينا، لأن أنا قلت لك واحنا صغيرين كنا بنطلع من القرية شبرتانا نروح بسيون ساعة في المطر وفي الشتاء وفي البتاع ونرجع. فإنما يعني كانت حياة عادية ما فيش فيها. هل الوضع الأسري ساعدك في دخول الكلية الحربية؟ طبعا. طبعا، لأن طبعا في هذا الوقت كان برضو دخول الكلية الحربية ما هوش متاح لكل واحد يعني. نعم، ولهذا أنا أسأل. والمصاريف بتاعتها كانت غالية، كانت ب60 جنيه في السنة يعني. فطبعا كانت نسبة كبيرة ما في هذا بالنسبة لهذا الوقت تعتبر غالية يعني. هذا ساعدك.